كان هشام، شاب هادي مؤدب، بيشتغل محاسب في شركة كبيرة. دايما بيحاول يساعد الناس، ولو شاف حد محتاج حتى كلمة طيبة عمره ما يتأخر. الجيران بيحبوه، زمايله في الشغل بيقولوا عليه الإنسان الطيب اللي على نياته، والكل بيحترمه عشان دايما بيراعي ربنا في كل تصرفاته. لكنه كان متجوز من نسرين، ست شكلها راقي، لسانها حاد، ودايما عايزة كل حاجة تمشي بطريقتها. رغم إن هشام بيحاول يرضيها بكل الطرق، نسرين كانت دايما مش راضية. كانت تقوله أنت طيب، أنت مش طيب، أنت ضعيف، أنت بتمشي ورا الناس زي العيال الصغيرة. أنا مش عايزة واحد الناس يحبوه، أنا عايزة راجل. هشام كان بيتحمل، بيحاول يفهمها، يقرب منها، لكن كل ما يعمل خير هي كانت تبصله باستخفاف. مرة جارتهم اتعطلت عربيتها فراح يساعدها، رجع لقى نسرين بتصرخ انت فاضي تساعد الجيران؟ ما تساعدني أنا، ولا بتحب تبان قدامهم إنك طيب؟ ومرة تانية واحد صاحبهم اتسجن ظلم وهشام حاول يساعده. نسرين قالت له برافو، راجل الناس مش راجل مراته، فين رجولتك معايا؟ وفي يوم نسرين كانت قاعدة مع صاحبتها في البيت وهما بيتكلموا بصوت واطي، وهشام سمع جملة وقفت له قلبه. هشام ده مش راجل، ده عيل كبير طيب. الطيب ده في زماننا اسمه غبي. هنا حس هشام إنه اتحطم، مش من الكلام لكن من اللي قالته مراته اللي المفروض تكون أكتر واحدة حاسة بيه. قرر ساعتها يعمل خطوة الكل استغربها. في هدوء كتب ورقة وسابها على السرير. كانت الورقة بتقول أنا آسف إني كنت بحاول أكون طيب، يمكن في زمنك الرجولة شكل تاني، بس أنا مش هغير أخلاقي علشان أرضي مفاهيمك عن الرجولة. وساب البيت. نسرين افتكرت إنه بيهدد أو بيزعل شوية، لكن مرت الأيام واكتشفت إنها فقدت أكتر راجل كان بيحبها بجد. واكتشفت متأخر إن الرجولة مش بالصوت العالي ولا بالتحكم ولا بالقسوة. الرجولة كانت في الطيبة، في الاحترام، في الصبر اللي كانت بتسخر منهم.